ايه علامات انك في علاقة توأم شعلة؟ في 14 علامة انك في علاقة توأم شعلة. اول علامة، من اول لحظة شفتيه فيها حسيتي ان انتي تعرفيه من زمان قوي، مش كأني شخص لسه شايفاه دلوقتي، لا، روحك عارفاه من زمان ومرتاحة لوجوده، احساس بالألفة من اول نظرة. العلامة التانية، الانجذاب ما بينكم مش طبيعي. عارفة الكيمستري اللي بتبقى ما بين اتنين؟ هي ما بينكم بقى في كيمستري عالية جدا، كيمستري على الشكل العاطفي وكيمستري على الشكل السكشوال. رقم ثلاثة، العلاقة مش دايما سهلة. للأسف العلاقة شد وجذب، فيها دايما شخص بيطارد وشخص بيهرب، شخص عايز وشخص طالع يجري من الشخص التاني. في شخص دايما منكم خايف من كمية المشاعر دي فبيهرب منها، مش عايز يدخل في طاقة الحب دي، بتبقى كبيرة عليه. غالبا بتبقى الست هي المطاردة أكتر في العلاقة، وأحيانا بتبدلوا الأدوار. لو انتي قررتي تدي ظهرك للعلاقة تلاقيه بيجري وراكي قوي وعايزك، والعكس بيحصل. العلامة رقم 4، بيطلع كل الجروح اللي جواكي، بيخليكي تكتشفي كل أوجاعك وكل ضعفك معاه. كل مشاعر اللي انت بتهربي منها بتظهر معاه هو، مشاعر ضعف، مشاعر عدم ثقة في الذات، مشاعر ألم، مشاعر ان انت بتتسابي، كل المشاعر السلبية هتحسيها معاه. شوفي، هو بترتاحي له وهو شريك حياتك اللي نفسك فيه، ولكن هو اكتر واحد بيوجعك، بيصحي فيكي جرح الهجر وجرح الرفض وجرح الفقد، بيصحي فيكي كل الجروح النفسية. علامة رقم 5، على قد ما بتبعدوا قوي على قد ما بترجعوا تاني، دايما رجوع ودخول، انسحاب ورجوع، انسحاب ورجوع، علاقتكم دايما كده شد وجذب، بترجعوا لبعض دايما. وتعدي عليكم فترات طويلة جدا وتقولي خلاص العلاقة خلصت، تلاقي نفسكم رجعتوا تاني لبعض، واحد فيكم وحش التاني ودخل كلمه والتاني كلمه على طول وبمنتهى السهولة، يلا عايزك يلا انا معاك على طول، مفيش وقت. رقم 6، بتحسي ان في بينكم اتصال طاقي وروحي، بتحلمي بيه كتير قوي قوي، لو فكرتي فيه في نفس اللحظة تلاقيه بيكلمك، بتحسي بيه حتى لو هو بعيد، لو هو تعبان او لو هو معاه حاجة انتي روحك حاسة بيه دايما، بتحسي بتقلباته النفسية من غير ما هو يقولك. رقم 7، العلاقة دي بتغيرك من جوه، ما بتبقيش زي الأول، في حاجة فيكي يا إما اتكسرت يا إما اتطورت، وغالبا بتكون اتكسرت للأسف، لأن علاقة توأم الشعلة دي من أصعب العلاقات، ولكن بيخليكي تراجعي حياتك وعايزة تتغيري، عايزة تتطوري. هو مش بيساعدك على التطوير، بس انت اللي بتساعدي نفسك، لان انت بيعيشك ألم وبيعيشك تغيير بيخليكي تركزي مع نفسك اكتر، انت عايزة تصلحي من نفسك. رقم 8، العلاقة دي مش بتكملك، هو بس بيصحيكي، هو بس مراية ليكي، هو جاي عشان يشاورلك على النص اللي ناقصك في حياتك، يشاورلك على وجعك وعلى الحاجة اللي ناقصاكي. رقم 9، علامة رقم 9، في ما بينكم تطابق في التفاصيل الصغيرة، متشابهين في حاجات كتيرة قوي، وده سبب الانجذاب من الأول، التشابه اللي ما بينكم، نفس الأفكار، تحسي انكم انعكاس لبعض في حاجات كتيرة قوي. رقم 10، حتى الألم اللي بتحسيه معاه مختلف عن أي ألم تاني، يعني لو انت حبيتي قبله، الحب اللي بتحبوه له والوجع اللي انت بتتوجعيه ما توجعتوش قبل كده، والوجع ده انت ظهرتوه له وعمرك ما ظهرتيه لحد، وانت من جواكي بتحسي ان العلاقه دي مش جايه صدفه، العلاقه دي جايه لسبب، في وراها حاجه، انت احساسك بيقولك ان العلاقه دي، روحك بتكلمك وبتقولك العلاقه دي مش صدفه، دي جايه لسبب. رقم 11، اوقات كتير بتخافي منه مش لانه مؤذي، لكن لانه شايفك على حقيقتك، اكتر واحد شايفك على حقيقتك هو بيشوف اللي دايما بتحاولي تخفيه عن الكل، وده بيخوفك لان انتي مش متعودة ان حد يشوفك ضعيفة. رقم 12، علامة رقم 12، الانفصال جزء من الرحلة، لازم بيسيبوا بعض، توأم الشعلة لازم يمروا بمرحلة انفصال. دايما العلاقة بتكمل بنسبة 90%، العلاقة ما بتكملش، بس دايما بيحصل تغيير على المستوى الشخصي. رقم 13، بتحسي ان انتي مش قادرة تنسيه برغم كل الوجع اللي وجعهولك وبرغم كل الحاجات اللي انتي عايشاها بسببه، بس انتي برضو مش عارفة تكرهيه ولا عارفة تنسيه. علامة رقم 14، خلاكي تبصي لنفسك بعين جديدة، بدأتي تفكري أنا ليه بتعلق، أنا ليه مشاعري كده، أنا محتاجة أكون كاملة لوحدي، كل الأسئلة دي بتسأليها لنفسك بسبب علاقتك بتوأم الشعلة، وده أكبر دليل إن العلاقة ليها غرض روحي. في النهاية، توأم الشعلة مش جاي عشان يريحك، لا، هو جاي عشان يصحيكي، هو بالنسبة لك اليقظة الروحية اللي انتي بتدوري عليها، وكتير قوي على فكرة بيتمنوها اليقظة الروحية دي، كتير قوي بيبقوا عايشين في اللاشيء ومش عارفين جروحهم ولا ألمهم ولا معترفين بيها، فاللي انت فيه بصيله بنظرة إيجابية
عشان تخلصي منه بسرعة. يبقى توأم الشعلة علاقة بتكشف لك كل جروحك، علاقة ما فيهاش هدوء واستقرار، فيها وجع وفيها هروب، فيها مطاردة وفيها جذب، علاقة غير مستقرة نفسيا. لو وصلت لنهاية الفيديو اتمنى تسيبيلي كومنت تقولي رأيك في الموضوع، وما تنسيش تعملي لي لايك وتعملي لي اشتراك في القناة لان بيفرق معايا جدا جدا. واشوفك في فيديو جديد. باي.